اسمي آمال وعمري 23 سنة. تربيت في بيتنا الريفي البسيط في إحدى قرى سوهاج. عمري ما غادرتها ولا يوم. حياتي كانت عبارة عن روتين قاسي: شمس حارقة وطينة وخدمة في الأرض مع أهلي. ما كنتش أعرف عالم برا قريتنا، ولا كان لي أي احتكاك براجل غريب. كل اللي أعرفه هو إني بنت الفلاحين اللي شغلها في الغيط وخدمة المواشي. في يوم جابولنا سيد ده كان شغال في حراسة عمارة في اسكندرية، وكان دايماً لما يجي يزور أهله يعدي علينا ويحكي لنا عن المدينة. كان بيحكي عن ناس كتير وعربيات فخمة وعمارات عالية. كلامه كان بيدخل قلبي من غير استئذان. كان بيفتح لي شباك على دنيا تانية خالص، بعيدة عن الغيطان والبهائم. سيد تقدم لخطبتي واتكلم مع أبي بصراحة. قالوا: أنا عايز أخد آمال معايا مباشرة بعد الجواز، وفهموا إني لو رحت معاه مش هبقى مجرد زوجة في أوضه، هبقى مرة البواب، أخدم في العمارة، أوصل طلبات للسكان وأنظف وأرتب. أبي سمع الكلام واتجه ناحيتي وقال: يا بنتي، الراجل صادق ومعملش فينا ألف ليلة وليلة. انتي شايفة إيه؟ أنا من جوايا مبسوطة. مش فارقة معايا الشقاوة ولا حاجة، لا بالعكس، أنا مبسوطة إني أطلع من الجو ده. قلت لأبي: يا عمري، أنا موافقة، شغلي مع سيد وهيكون أحسن مليون مرة من الجهد اللي بنعمله هنا، وبرضه نفسي أشوف الدنيا اللي بيحكي عنها سيد. أبي فرح بموافقتي وتم الموضوع على خير. في فترة الخطوبة سيد فضل يحكي لي أكتر وأكتر عن شقتنا هناك. إنها وصلة، لكنها نظيفة وكلها سيراميك وشكلها جميل. أنا مش فارقة معايا الشقة، أنا عايزة أغير حياتي المكررة والروتين الممل. كنت دايماً أقول لسيد: أنت مستني إيه؟ أنا مستعجلة أبدأ حياتي هناك. كان بيضحك ويقول لي: هتستحملي؟ وأنا كنت واثقة إني هعيش أجمل أيامي. حلمت كتير باللحظة اللي هسير فيها بلدنا وأشوف بعناي الحكايات اللي كان بيحكيها. ده كان بالنسبة لي فرصة عمري مش هتتعوض، وكان نفسي أعجل بيها. وعدت الأيام وجهزنا العرس البسيط، وكتبنا الكتاب في ليلة جميلة ودموع الفرحة مخلصة. ومن ساعتها وأنا بستعد للسفر، ومع حقيبة صغيرة فيها أمنيات كبيرة، سافرت مع سيد إلى إسكندرية وبدأت رحلتي الجديدة. أول نظرة على المدينة كانت صادمة بجمالها، وكل شيء كان جديد علي. لكن هل كانت ساعتها تعرف إن المدينة دي مش هتبقى مجرد عنوان جديد، لكن مسرح لأحداث هتقلب حياتها رأساً على عقب؟ أول ما وصلت إسكندرية انبهرت. أنا عمري ما خرجت من بلدنا، فكل حاجة كانت بالنسبة لي حكاية خيال. العربية الكبيرة اللي جت تستقبلنا من المحطة، ناس كتير ماشية في الشوارع، والعمارة الضخمة اللي سيد شغال فيها. الشقة كانت صغيرة فعلاً، أوضة وصالة صغيرة ومطبخ وحمام، لكنها كانت نظيفة ومرتبة. حبيتها من أول نظرة. حبيت إنها كلها سيراميك زي ما قال. لكن الأهم من كل ده، أنا أخيراً برا القفص. ومن أول يوم دخلت في الشغل مع سيد، كنت أساعده في تنظيف السلم، أوصل طلبات للسكان، وأستقبل أغراس البقالة. بالنسبة لي ده كان لعب ومرح مش شقاً، ولا يمكن أبداً أقارن ده بشقاء الفلاحة اللي كنت عايشة فيه. راحة خفيفة على قلبي، وكل طلعة سلم كنت أحس إني بغير جو وأشوف حاجات جديدة. الأيام كانت بتمشي حلوة، وسيد كان راجل طيب وما عندهوش مشاكل، كل همه شغله وخدمة العمارة. كان راضي عني وإحنا عايشين في أمان وسلام. أنا كمان مبسوطة، وبقيت أتعلم من الناس هناك، أتكلم زيهم والبس بطريقتهم. كنت عايزة أتغير وأتماشى مع المدينة الجديدة. أما اللي بدأ يخربط لي حياتي كان ساكن في العمارة اسمه خالد بيه، راجل في أوائل الأربعين، شكله وسيم جداً، لابس أفخر أنواع الملابس، وريحة برفانه كانت فايحة في السلم. كان بينزل من عربيته الفخمة ويمشي مرفوع الراس، وعياله ومراته وراه. مرة واحدة بس شافني، لقيته بيبصلي بطريقة غريبة، بصات مطولة مش طبيعية. أنا في الأول ما أخدتش بالي، قلت يمكن دي طبيعة أهل المدينة، لكن مع الوقت بدأت ألاحظ إنه بيزيد. في مرة سيد كان بيغسل العربية،
طلب مني أنزل أشتري حاجة لمراته. خالد بيه رحت وجبت الحاجة وطلعت أديها لمراته. خالد بيه فتح الباب بنفسه، مراته جوه، وهو مسك الأيادي معايا. فضل يهزر ويقول لي: انتي منين يا أمال؟ قلت له: من سوهاج. قال بضحكة: أحلى ناس، أنا ما كنتش أعرف إن بنات الصعيد حلوين كده. مراته سمعت الكلام وضحكت هي كمان، ضحكة عادية، لكني أنا حسيت إن النظرة بتاعته مش بريئة خالص. ومشى اليوم وأنا مكملة حياتي العادية، وبقيت أتعلم حاجات جديدة. خالد بيه لاحظ ده وعلق وقال لي: انتي بتتغيري يا أمال وبتحلوي. كلامه كان بيخليني أحس بحاجة غريبة. ويوم ما كان لازم يسافر هو ومراته، بدأت الأحداث الحقيقية. استغل فرصة غيابها وطلب من سيد يبعلي أنا أشتري حاجة وطلع له بيها. سيد ما كانش يعرف إن مراته مسافرة، طلعت له علشان أوصل الطلب، وما توقعتش أبداً إني حسمع منه الكلام اللي حيقلب حياتي كلها. هل كنت حقدر أتوقع إني حقع في الفخ بسهولة كده؟ فتحت له باب الشقة وكان واقف قدامي. فضل ينظر لي بصوت عالي وقال: كويس إنك جيتي يا أمال، أنا عايزة أكلمك. استغربت وقلت له: خير، في حاجة يا بيه؟ قال: أنا مش قادر أكتم عليكي أكتر من كده. أمال، أنا واقع في حبك من أول يوم شفتك فيه. أنا بموت فيكي وبفكر فيكي طول الوقت. حرفياً كأن الأرض اتهزت تحتي. إيدي اتلجت وقلبي بدأ يخبط بقوة. قلت له: عيب عليك يا بيه، أنت بتقول إيه؟ أنا ست متجوزة وأنت عندك مراتك وولادك. رد بكل برود: الحب مش واقف على حد. مش عايزك تردي دلوقتي، فكري في كلامي. نزلت مسرعة من السلم وأنا مش عارفة أتماسك. أول ما شافني سيد قال: فيكي إيه؟ قلت له: أنا وقعت وأنا نازلة السلم. كذبت عليه وطلعت. طول الليل وأنا قاعدة أفكر في كلام خالد. أنا إزاي أتخيل إن راجل فخم زيه يعجب بيا وبوابة زي حالتي؟ بصيت لنفسي في المراية، في وشي، في جسمي تحت الجلبية. هل أنا حلوة فعلاً؟ ريحتي وحشة ولا إيه؟ هو ليه شاغل باله بيا؟ الأيام عدت وخالد ما سابنيش في حالي. كل ما يشوفني يرمي كلامه الحلو، يستغل أي فرصة يقرب فيها مني، يمدح عيني وشعري. أنا خايفة من رغبتي الجامحة اللي مش قادرة أتحكم فيها. واحدة ست عايشة في عازة حب وحنية من جوزي. كانت الساعة 5 الفجر وأنا بسيق السلم زي كل يوم. فجأة لقيته قدامي، إيده شدتني من وسطي وقال: جبتلك هدية، عارفة إني بموت فيكي؟ فتح الهدية، كان قميص نوم أحمر شفاف، رفعه على هدومي المبلولة. قال بصوت منخفض: أنا عايزة أشوفك فيه. نظرت لهدومي، لجسمي، ما لقيتش كلمة أقولها. جسمي كان بينبض بالإغراء اللي أنا مش حاسة بيه. قال لي: انزلي البسيه واطلعي. سيبتني واقفة على السلم مصدومة. أنا هعمل إيه؟ أفكاره متخبطة. أخاف من ربنا، أخاف من سيد، ولكن جسمي وعقلي بينادوني. أنا مش عارفة أنا عملت إيه. نزلت البيت، سيد نايم. أخذت دش طويل، صارعت نفسي ساعة كاملة، ولما لقيت نفسي مش قادرة أقاوم لبست القميص تحت هدومي. قلت لسيد: أنا طلع عند واحدة ست جارتنا نعمل غدا. صدقني وافق. وطلعت أنا أدور على نار هتحرقني. بس هل كنت أدري إن النار دي مش هتخليني بس أحترق، لكن هتدمرني مع كل الناس اللي حوالي؟ طلعت له ورجلي بتترجف، قلبي كان بينبض بقوة. أول ما فتح لي الباب ابتسم وقال: كنت متأكد إنك هتيجي. دخلت جوه الشقة، العالم اتغير حواليا، حسوا إني في فيلم مش حقيقي. مد إيده ونزع هدومي الخارجية. قعدت على السرير وأنا مش حاسة بحاجة. كل اللي حصل كان غريب. هو عمل كل حاجة. أنا جربت معاه حاجات ما كنتش أعرف إنها موجودة، حاجات سيد عمره ما عملها معايا. إحساس بالمتعة غريب ومخيف. من اليوم ده اتغيرت حياتي، بقيت عاشقة لخالد، بقيت عايزة أكون معاه كل شوية. كل ما مراته تسافر كنت أطلع له وأنا لابسة القميص اللي جابهولي، ونازلة بعد ما نقضي ساعات مع بعض. سيد غافل في شغله، ما كانش شاك فيا ولا حاجة، كان راضي بيا وبخدمتي للعمارة. أنا عايشة قصة حب جنب بعضي ومسؤولة عن كل لحظة فيها. الشهور مرت وأنا غرقة في العشق. خالد كان بيكلمني بالكلام المعسول، كان بيقول لي إني أحلى من مراته وإنه مش قادر يستغنى عني. كلامه ده كان بيخليني أتعلق بيه زيادة.
وأنا كنت مستعدة أعمل أي حاجة عشانه. أنا عشت سنين حياتي محرومة من الحب، ولسه دلوقتي بشعر بيه. لأول مرة حد يقول لي كلام حلو، كلام مش مجرد مسؤولية زي سيد. وفجأة خالد اتغير، بقى يتجنبني، مش بيكلمني. لو شافني في السلم بيداري وشه، في التليفون بيعمل بلوك. استنيت كتير ومش فاهمة، اتصالاتي مقطوعة، متضايقة ومكسورة. في يوم وقفت قدامه وقلتله: يا خالد، ليه بتعمل كده؟ أنا عايزة أفهم. مش أنت اللي قلتلي إنك مش قادر تستغنى عني؟ بصلي ببرود وقال: أمال، خلاص، مراتي شافت القميص، أنا مش عايز مشاكل. إيده كانت مرتعشة من الخوف. أنا حسيت إني انكسرت، جرح في كرامتي قبل قلبي. أنا اللي خنت زوجي عشانه وهو بيسيبني بسهولة. قلتله: هتسيبني كده؟ أنا هعمل فضيحة. هددته إني هقول مراته كل حاجة. فضلت أطرد وراه، هو خايف من مراته، أنا خايفة من ضياعه. وافقت بعد فترة إنه يقابلني مرة أخيرة. قال إنه عايز يودعني. فرحت، جهزت نفسي، لبست القميص الأحمر، رحت له ورجلي بتترجف. كانت مقابلتنا الأخيرة، ده اللي فكرته أنا. لكن هل كان عندي أدنى فكرة عن نوع الوداع اللي كان مستنياني هناك؟ دخلت الشقة، كان مستني. ابتسمت له، حسيت إني هموت وأتحضنه. قضينا وقت جميل، حسوا إنه رجع زي الأول. وفي نص لحظة حلوة فتح باب الأوضة ودخل واحد صاحبه اسمه إيهاب، واقف قدام السرير وأنا لابسة القميص. أنا اتصدمت، قلت لخالد: إيه ده؟ مين ده؟ هو أنت جايبه ليه؟ خالد ضحك ضحكة سخيفة، ضحكة سودة. قال: ده صاحبي، وجايبه عشان تفهمي إنك مجرد لعبة بالنسبة لي. أنا ما بحبكيش، أنا استمتعت بيكي شوية خلاص. مراتي 1000 مرة أحسن منك، انتي واحدة رخيصة، خنتي جوزك معايا، عايزاني أنا كمان أضيع بيتي عشانك؟ انتي قد إيه؟ أنا عينيها زادت، دماغي وقف. إيهاب بدأ يقرب مني، خالد واقف يتفرج. أنا صرخت واستغيثت، قلت لخالد: يا خالد، بالله عليك سيبه، حرام عليك، أنا بحبك. خالد فضل يتفرج ببرود وهو بيقول: أهو درس ليكي يا أمال، تعرفي بيه إنك ما تستهليش أكتر من كده. إيهاب خلص اللي عايزه وخالد واقف مكانه ساكت، مش بيهتز له جفن. وبعد ما إيهاب مشى، خالد فتح الباب وقال لي: امشي، وإياكي تهدديني تاني. لو قربتي من مراتي أو مني هروح أقول لجوزك إنك كنتي بتطلعي لي في الليل. اخرجي يا رخيصة. طردني بره. نزلت وأنا مش حاسة بإيد ولا رجل، جسمي كله كان بيوجعني، مش من اللي إيهاب عمله بس، لكن من الجرح اللي خالد سببه في قلبي. رحت البيت، سيد نايم. دخلت الحمام، بصيت لنفسي في المراية، كرهت نفسي، حسيت إني أنا اللي رخيصة زي ما قال. أنا خنت سيد الطيب اللي ما ظلمنيش. أنا بعت شرفي وكرامتي عشان كذاب وسافل. خالد كسرني وداس عليا. فضلت أيام مش قادرة آكل ولا أنام. سيد قلقان عليا، بيحسبني تعبانة. كل ما أشوف خالد قلبي يقف. هو ماشي عادي، هو وإيهاب ومراته فرحانين كأنه ما حصلش حاجة، وكل ما أشوفهم الجرح يزيد ويزيد. أنا حياتي باظت، أنا محروقة، وإنسانة زي خالد يتهنى كده؟ أنا ما ينفعش أعيش وأنا شايفاه مبسوط بعد ما دمرني. بدأت فكرة تطلع من جوايا، فكرة سودة. بدأت أخطط. القرار مش هياخد وقت طويل، بس هل هقدر أنفذه لوحدي ولا لازم يكون لي عون؟ بدأت أغير خطتي، خلاص مفيش رجوع. استخدمت السلاح الوحيد اللي عارفاه، جسدي. بدأت أرمي لخالد نظرات حنين، نظرات شوق. يتلخبط، مش فاهم أنا عايزة إيه بعد اللي عمله فيا. في يوم قرب مني وقال: انتي لسه بترميلي نظرات ليه بعد اللي حصل؟ قلت له بصوت ناعم: ما أقدرش أنساك، أنا لسه بحبك، بس أنا عايزة أشوفك مرة واحدة بس، للمرة الأخيرة، عشان أقولك مع السلامة. نظراته اتغيرت، حس إنه لسه مسيطر عليا. وافق. قلت له: مراتك مسافرة النهاردة، أقدر أطلع لك الساعة 5 الفجر زي العادة، وألبس القميص اللي بتحبه. هعمل لك حاجات جديدة هتبسطه قوي. اتلهف، قال: إيه ده؟ انتي بقتي شقية. قلت له: أمال. واتفقنا. وأنا في طريقي للشقة الفجر كنت حاملة في طيات هدومي سكينة صغيرة، مش خايفة، مش ندمة، عايزة انتقم لنفسي. دخلت الشقة، لقيته مستني. ابتسمت له،
قلبه كان مطمن إنه حيلعب بيا زي العادة. بدأ كل شيء، وبعد شوية قلت له: تعال أوريك حاجة، أنا عايزة أكتف إيدك وأعمل فيك حاجات جديدة هتبسط. ضحك وقال: جامدة أوي يا أمال. اكتفيته بالحبال بتوع القميص، وقفت على صدره ولسه مبتسم، عينه مغمضة من اللذة. سحبت السكينة من تحت المخدة وضربته في قلبه مرة واحدة. عينه فتحت فجأة، صدمة كاملة، مش مصدق. غرقت الدماء في السرير. نزلت من عليه، لبست هدومي، مسحت أي أثر ليا ونزلت أجري. ركبت أول موصل لبلدنا في الصعيد. مش عارفة أنا رايحة فين، بس المهم إني بعيد. فضلت مختفية كام يوم، معرفش أنا فين، ما بقتش مهتمة. حسيت إن إيدي اتوسخت، بس قلبي ارتاح شوية. فجأة الباب اتكسر، عساكر مباحث. ما لقوش عليا صعوبة، سلمت نفسي. في التحقيق عرفت إيه اللي حصل. العمال لقوه ميت بعد ما ريحته طلعت وشموا ريحة جريمة. بدأوا يحققوا مع كل حدا لحد ما وصلوا لإيهاب. إيهاب خاف على نفسه، اعترف بكل حاجة. قال لهم إني كنت على علاقة مع خالد، قال لهم عن يوم الانتقام، قال لهم إني كنت سبب في موته. كل شيء اتكشف. النيابة قالت لي: أنت المتهمة بقتل خالد عمداً. قلت لهم: أنا أسفة، بس هو دمر حياتي. معرفش إذا كانوا فاهمين ولا لأ. ساعات كتير الندم مش بيفيد. أنا خنت سيد، الراجل الغلبان الطيب. أنا اتبعت شيطاني ورغباتي، وتحولت من ست بسيطة لمجرمة. دفعتي تمن غلطي، وخالد دفع تمن قسوته واستهتاره. مش عارفة الناس هتفهم قصتي ولا لأ، لكنها الحقيقة اللي عشتها بكل تفاصيلها المرة. وفي النهاية كل واحد منا حصد اللي زرعه.